60 يوم. بص، رمضان خلص والعيد هيخلص، الايام عماله بتطير كانك جايب علبه سبرتو كده وسايبها مفتوحه. فهنا بقى نخش في الكلام بتاع انا خايف، انا عندي اكتئاب، انا ما ذاكرتش، انا مش هلحق، انا اللي فيا الخير ولا انا اللي فيا الشر، وكل الكلام ده. اولا كده كلمه اكتئاب دي كلمه كبيره جدا، ما ينفعش تتقال على اي حاجه. يعني اي حاجه بتضايقنا بنقول عليها بتجيب لي اكتئاب. في ناس لو بتخرج مشوار وفرهدت شويه تقول ان المشوار ده جاب لها اكتئاب. طيب فكرت انك ما بدأتش، او خليني اقول انك ما خلصتش حاجات كتير والامتحانات عمالة تقرب، فانت بتقول ده جايب لك اكتئاب. هو مبدئيا كده ده مش اكتئاب خالص، ده ستريس، ضغط نفسي عادي جدا جاي من رهبة الثانوية العامة اللي خلقها المجتمع ليك. ضغط نفسي جاي من احساس انك مقصر، وممكن فعلا تكون قصرت. فخلينا نقول ان معظم الناس اصلا مش بتحب المذاكرة لانها مش حاجة سهلة، مش حاجة يعني اللي هو حاجة فن، عاملة زي الدايت كده. هو هيخليك تخس وكمان تغير شكل جسمك، لكن هو مش سهل خالص، وكمان بيخليك مضغوط نفسيا، اللي هو انا خايف اكل اي حاجة تلخبط معايا الدنيا. فكذلك المذاكرة هي حاجة صعبة لكن هتغير حاجة في حياتي. طيب يا سيدي، انا ذاكرت وما لقيتش حاجة اتغيرت. ممكن اسألك سؤال؟ هو مش انت لسه بتتنفس؟ لسه في روح؟ فافضل ذاكر وخليك واثق ان اللي ما اتحققش دلوقتي ممكن يتحقق بعدين، ولو بعدين ما جاش فهيجي اللي بعدين، مادام لسه فيك نفس ولسه فيك روح. فالفكرة كلها ان هو في ضغط مش اكتئاب. فياريت نسمي الموضوع ده بمسمى طبيعي، نسميه ضغط مش اكتئاب. ضغط بقى مع مشاكل البيت والمشاكل العائلية والحاجات الطبيعية اللي أي حد بيمر بيها. هو دلوقتي فاضل 60 يوم، هل أنا أصلا في ال60 يوم دول هلحق أخلص حاجة؟ حتى لو في حاجات بس أنا يعني مخلصها وحاجات تانية مخلصتهاش، ناقص إن أنا أكملها في ال60 يوم دول. أو لو أنا أصلا ما بدأتش خالص، هل هلحق أعمل حاجة في ال60 يوم دول؟ عارفين والله العظيم لو فاضل يوم على الامتحانات، يوم واحد، فهو في وقت. لو فاضل ساعتين، فاضل ساعة، في وقت. ايوه، انا عايز اقول لكم ان في ناس بتحضر ماجستير ودكتوراه بتلخص كتب 600 صفحة او 700 صفحة، ولو في حد منهم بيسمعني فانا متأكد ان هو هيأكد على كلامي. بيخلصوها قبل الامتحانات ب3 ايام، ومنهج 6 شهور ومنهج سنة، وبيخلصوه بدري لان الناس دي ممكن تكون بتشتغل جنب الدراسة، وكمان هي بتحضر ماجستير يعني خلصت ال4 سنين لسه بتعمل دراسات عليا، يعني بيشتغلوا جنب الدراسات العليا، فممكن يكونوا مش فاضيين ان هم يذاكروا، وبيقعدوا يلموا المناهج دي قبل الامتحانات بأيام قليلة. فخليك عارف ان والله المنهج بتاع الثانوية عامة ده جزء لا يتجزأ من الكلية خالص، من المنهج بتاع الكلية. هو العائق بس في ثانوية عامة مش المنهج بتاعها ولا المذاكرة بجد، العائق هو الضغط النفسي اللي احنا بنتعرض له من كل حاجة حوالينا. فياريت ما ننساش وسط ده كله الدعاء، وان احنا نقرب لربنا مع السعي، وان احنا نبطل نعجز في نفسنا. وبدل ما تقعد تفكر انا هعمل حاجة ولا لأ، فاقفل الفيديو ده واقعد اعمل حاجة. اخرج من الفيديو ده وخد خطوة انك تبدأ في اي حاجة. اجري على المنهج كده بس شوفوا حتى يعني بيقول ايه، المنهج بيتكلم عن ايه. لكن ما تسيبش نفسك واقف كده، الناس عمالة تجري تجري وانت واقف مكانك ما خدش اي خطوة لقدام حتى. يعني يمكن لو خدت خطوة كده ممكن تسبق مع الناس اللي عمالة تجري دي. بجد يا جماعة ابعدوا عن الكسل. انا عايز اقول لكم انا بصور الفيديو ده وانا ماليش نفس ان انا اقعد قدام الكاميرا واصور فيديو، بس لا، انا هصور الفيديو عشان اليوتيوب هو شغفي، وانا عايز التزم بالحاجة اللي هي انا شغفي فيها. ويمكن بذاكر وانا شايل نكد الدنيا، وبعمل مشاوير تقيلة على قلبي جدا وانا رايح الكلية، او عامة اي مشاوير او اي حاجة ساعات الواحد بيبقى بيعملها وهو متنكد، بس بيعملها لان هو المفروض يعملها، يعني ما قدامهوش اوبشن تاني. فانا اذاكر دلوقتي وانا متنكد احسن بكتير واهون بكتير من النكد بتاع ان انا اعيد السنة. كفاية رغي لحد كده، انا رغيت كتير بجد. ان شاء الله في فيديو تاني قريب عن ازاي ننظم كل حاجة في شهر 4 وشهر 5. استنوا الفيديو، وشكرا لو كملتوا لحد الاخر، وبس كده.